السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاجل بعد البطاقة الحمراء، موقف محمد الشناوي من المشاركة في كأس السوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات الثلاثاء 18 من أبريل 2023. تحصل محمد الشناوي حارس الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة الفوز 2-0 على حساب سموحة مساء اليوم الاثنين ضمن الجولة 26 من منافسة الدوري العام المصري. الأهلي يستعد لملاقاة الرجاء المغربي السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة ضمن ذهاب دور الربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا. محليا يواجه الأهلي في مباراته القادمة الزمالك 5 مايو المقبل في لقاء يجمعهما على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي ضمن نهائي كأس السوبر المصري عن موسم 2021-2022. وأشهر الحكم طارق مجدي بطاقة حمراء مباشرة في وجه محمد الشناوي في الدقيقة 90 بعدما ضرب المدافع أحمد حكم دون كرة. هل يغيب الشناوي عن سوبر الأهلي والزمالك؟ لوائح مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم تؤكد على الفصل بين المسابقات الثلاث الرسمية الدوري العام وكأس مصر وكأس السوبر المصري في حالات الإنذارات والطرد. وتنص الفقرة ألف من المادة 35 من لائحة مسابقة الاتحاد المصري لكرة القدم على تستقل حالات الإنذارات والطرد التي توقع في مسابقة الدوري العام المصري كمسابقة منفصلة، وتستقل حالات الإنذارات والطرد التي توقع في مسابقة كأس مصر كمسابقة منفصلة، وتستقل حالات الإنذارات والطرد التي توقع في مسابقة كأس السوبر كمسابقة منفصلة، وبالتالي يكون مسابقة مستقلة بذاتها ما عدا الأخطاء الجسيمة التي تستوجب جزاء تأديبي 8 مباريات فأكثر. وهكذا يحق للأهلي قانونا إشراك محمد الشناوي في مباراة الزمالك المرتقبة في نهائي كأس السوبر المصري. ولم تحدد رابطة الأندية المصرية المحترفة حتى الآن مباريات الأهلي القادمة، إذ نشرت جدول مباريات الدوري العام المصري فقط حتى نهاية أبريل الجاري. ويخوض الأهلي مباراتي الرجاء في دوري أبطال أفريقيا ذهابا وإيابا قبل سوبر الزمالك في 5 مايو المقبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.